تخش عليه الدخلة دي؟ رجالة غدارين ملهمش امان. طب يستنى لما مراته تتم السنة. والنبي انت رخرة، وهو ماله يا شيخة؟ هي اللي تنشك اللي كعبلته. الراجل مجروح بعد مراته ما ماتت، اتشعلق فيها. شوفي يا اختي البت الساهية، اتاريها كانت باصة لبعيد واحنا فاهمين انها انسانة. خايفة يا ماجدة، خايفة قوي. انت يا أبلة نعمة تخاف تحتار؟ ده أنا بعتبرك مثل في العقل والحكمة يا أبلة. علشان كده مش قادرة أوافق يا ماجدة، متوقعة حاجات كتير هتحصل لو تم الجواز. طبعا هتحصل حاجات كتير، ما قلتش لأ، لكن عارفة إنك قدها وقدود. ومادام الغرض نبيل الواحد ما يهموش حد. مش ده كلامك يا أبلة؟ كان كلامي. أبلة نعمة ما تقولش حاجة مش مقتنعة بيها. ومين قال إني مش مقتنعة بيه؟ لو مقتنعة بيه وافق يا أبلة، كلنا محتاجين تكوني جنبنا. أنا كمان يا أبلة ما أقدرش أستغنى عنك. ده من ذوقك يا ماجدة. أبلة لازم تعرفي إن سامية ما بتروحش الكلية علشان تشتغل في البيت. سامية مش صغيرة وتعرف المصلحة فين. من قلبك يا أبلة؟ مش عارفة يا ماجدة، لا مش من قلبي، بس هي عايزة كده. ما تتكلمش يا سي حامد، ماجدة قالت لي على كل حاجة. ألف سلامة ليك، ألف سلامة. 15 يوم جزا قطعوا ظهري يا ست نعمة، واللي كمل عليا سقوط سامية في الجامعة. فداك 100 جزا، وسامية إن ما نجحتش السنة دي تنجح السنة الجاية إن شاء الله. الواحد بيقول خطوة لقدام يا نعمة، صدق اللي قال إيد لوحدها ما تسقفش. بس خلي بالك أنت من صحتك، ومصيرها تروق وتحلى. مش هتحلق إلا بحاجة واحدة في إيدك يا نعمة. شايفة حالنا بقى إزاي؟ عيان ومرمي في السرير، مغضوب عليا في الشغل. البنت هتعيد السنة، صحتها عدمت أكتر ما هي عدمانة من يوم ما طلعت النتيجة. عايزة يحصل لنا إيه أكتر من كده عشان قلبك يرق علينا؟ كده برضو يا نعمة تروحي من غير ما تشوريني؟ مساكين يا ماما، حالتهم تصعب على الكافر، غلابة حقيقي. الغلابة لهم رب، لازم حد يقف جنبهم، لازم حد يساعدهم في المحنة دي يا ماما. أنا قررت أتجوز حامد. أنا يا بابا ما عادليش مكان في البيت. سامية انت بتقولي ايه؟ أبلة نعمة بقت صاحبة البيت وأنا بقيت ضيفة. عمري ما هبقى ضيفة تقيلة على حد. البيت بيتك يا سامية. أنا اتجوزت نعمة علشان تخدمك وتريحك، عشان تاخدي بالك من دروسك وتذاكري. وش عرفك إنها موافقة على رجوعي؟ ده هي اللي مأكدة عليا أجيلك النهاردة. عزومة مراكبية عشان توريك إنها بتحبني وعايزاني في البيت. كلام من ورا قلبها. يا بنتي ما تظلميهاش، نعمة ما عندهاش لوع، حرام عليكي. عشان أثبت لك كلامي يا بابا خليها هي تيجي تاخدني. انت بتضحكي على نفسك ولا عليا يا أبلة؟ البيت ده بدخولك اتحرم عليا، ما تتعبيش نفسك. مش راجعة يعني مش راجعة. أنا بحبك يا سامية وانت عارفة إني بحبك. قوليلي سبب واحد يخليكي تعملي كده. مين فينا اللي هتبقى ست البيت؟ مين فينا اللي هتبقى صاحبة الكلمة؟ انت يا سامية. اللي انت عايزاه همشيه، اللي تشوفيه انت اعمليه، وليكي عليا مش هقولك يوم لأ. خسارة يا أبلة إنك ما طلعتيش ممثلة. سامية كان هيبقى لك مستقبل باهر، مستقبل عظيم. الله يسامحك يا سامية، برضو مش هزعل منك. كفاية بقى تمثيل طيبة وتسامح وقلب كبير. الحقيقة ظهرت، رسمتي خطة ونجحتي في تنفيذها. عايزة ايه تاني؟ سيبيني بقى في حالي، ما تعذبينيش أكتر من كده. لما هتكبري يا سامية هتعرفي أنا عملت كده ليه. أنا مش عيلة، أنا في الجامعة وبعرف كل حاجة. عايزة نرجع عشان أبقى تحت رحمتك تعملي فيا اللي انت عايزاه. بقيت ملعوبك مفقوس يا ست هانم. مهما هنتيني وغلطت فيا يا سامية برضو هستحملك. يا عيني مظلومة، مكسورة الجناح والناس بتدوس عليكي. إذا كنت فاهمة إنك لوحدك اللي ذكية وبتعرفي تدبري وتفكري، لا، في اللي أذكى منك كتير. إيش جاب واحدة في الجامعة الواحدة معاها ابتدائية قديمة؟ التريقة على كيفك، لكن لازم تفهمي إني مش خايفة منك، مش هربانة من مواجهتك. أنا بس بقصر الشر عشان خاطر المسكين المغشوش فيكي. مفيش فايدة، مش هسيبك إلا لما ترجع معايا البيت.
حاضر حاضر يا أبلة، هرجع معاكي. انت اللي وقفتي في طريقي ونويتي على الشر، أنا الشاطر بقى اللي يضحك في الآخر. يا أبلة نعمة، نعم. بصفتك ست البيت الآمرة الناهية، أقدر أعرف مين دخل أوضتي؟ أنا يا حبيبتي سويتها لك وغسلت حاجتك وطبقتها كمان. أظن سبق ونبهت عليكي، مالكيش دعوة بيا خالص. اخصى عليك يا سامية، ده أنا دلوقتي زي مامتك. كان نفسي تغلطي وتقولي الكلمة دي عشان نصفي حسابنا سوا. زي ماما، انت زي ماما، ماما اللي قتلتيها واتجوزتي جوزها. أنا يا سامية؟ أيوة، أنا وانت عارفين كويس ليلة الأزمة اللي ماتت فيها كانت شافت إيه. شافت الغدر بعينيها، شافت اللي أمنت لها ودخلتها بيتها إزاي بتخونها وبتخدعها. ما تجرحينيش أكتر من كده يا سامية. إذا كنت فاهمة إن ماما ماتت وخليلك الجو ده بعدك، أنا هاخد بطارها منك، هاخد بطارها منك. اسأل ماجدة يا بابا، جت لقتني مقطعة نفسي من العياط. ليه كفالة الشر؟ خير يا ماجدة؟ ابدا يا عمي مفيش حاجه، دي بتدلع. أبلة نعمة يا بابا، يرضيك يا بابا تشتمني وتزعقلي؟ مش معقول. وحياتك يا بابا، وحياتك يا دوب بقول لها من فضلك يا أبلة نعمة تبقي تسوي لي أوضتي وتغسلي لي هدومي، اتفتحت فيا. ايه؟ ما ردتش عليها، وقعدت أعمل الحاجة وأنا دمعتي على خدي. ما تزعليش يا حبيبتي، انا هشوف بتعمل معاكي كده ازاي. حقك علي. وادي بوسه. عن اذنك يا ماجدة. نعمة، نعمة. حرام عليكي الكذب يا ساميه، ليه توقعي بينهم؟ هتستفيدي ايه؟ اسكتي يا ماجدة، نار بتولع فيا لما بشوفها ماشية قدامي. يا أنا يا هي في البيت ده، مش نعمة اللي تبقى محل ماما بعد ما كانت في حكم شغلتها. تزعليش مني يا ساميه لو قلت الحقيقه، متاسفه، انا ما اقدرش اوافقك على عمايلك دي. انت كمان واكلة عقلك زي بابا. معلش يا ماجدة، الجيات أكتر من ريحان. مش فاهمه. كلمة وجت على لساني. وصدقتها يا سي حامد؟ غصب عني. البنت موتة نفسها من العياط من غير سبب كده؟ لله في لله. دي سامية في عينيا يا سي حامد، معقول أنكد عليها ولا أزعلها؟ اهو حصل. تقدري تفهميني ازاي تعملي كده؟ لازم تعرفي كويس ان سامية غالية عندي وما استحملش حد يمسها بكلمة. سي حامد، انا كنت فاهم ان جايب لها مش مرات اب. خلاص خليك قاعد وبلاش تنزل القهوة علشان تشوف بنفسك. بلاش تنزل القهوة. نفس الكلام، نفس النغمة. يظهر الكلام الحنين بتاع زمان كان جر رجل، وبعد ما دخلت الشبكة بنتي على حقيقتك زيك زيها مفيش فرق. مش بنت خالتها؟ أنا ما عملتش حاجة تستاهل ده كله يا سي حامد. عندك حق، أنا اللي استاهل، أنا اللي جبته لنفسي. كويس يا سامية، بابا في الحمام وهي في المطبخ، ولسه يا ما تشوفي مني يا أبلة نعمة. ادي البدلة اللي بابا لابسها. وبعدين بقى حاطط المحفظة فين يا سي بابا؟ اهي، وادي كل الفلوس اللي في المحفظة. طيران بقى يا سماسم عشان تخبيهم في دولابها تحت هدومها. حرامية، اطلعها حرامية على اخر العمر. لما انت ما تعرفيش الفلوس اللي كانت في محفظتي راحت فين، مين اللي هيعرف؟ انا يا بابا. شوف بقى انت ظالمني ازاي. فين يا سامية؟ قولي له فين علشان يستريح. في دولاب هدومك يا أبلة. ايه؟ شفتها وهي بتفتش هدوم حضرتك يا بابا، وبعدين خدت حاجة كده خبتها في درج الدولاب التحتاني تحت هدومها. الكلام ده حصل يا نعمة؟ سكت ليه ما بترديش؟ لانه ما حصلش. المية تكدب الغطاس يا بابا، اتأكد حضرتك بنفسك. وهتاخدي ايه من عمايلك دي يا سامية؟ حرام عليكي تخربي عليا. الله، انت عايزة تتخانقي معايا وبس؟ الحق يا بابا، الحق، أبلة عايزة تمسك فيا عشان قلتلها. الفلوس اهي يا نعمة، في دلابك مطرح ما قالت سامية. اسمعيني يا سامية وما ترديش الا بعد ما اخلص كلام. حكاية الفلوس اللي اتاخدت من جيبي واتحطت في دلاب قبلتك ارجو انها ما تتكررش تاني. بابا، حضرتك بتشك فيا؟
نعمة ما عملتش فيكي حاجة وحشة من يوم ما دخلت البيت عشان تعملي فيها كده. كفاية بقى افتري عليها. هي سلطت حضرتك عليا؟ حضرتك مصدق ان انا افتري عليها او اكذب عليك؟ انا ما اسمحلكيش يا سما تتكلم عليها بقلة ادب من هنا ورايح. لازم تحترميها زي والدتك واكتر. واكتر كمان يا بابا. الله يسامحها، قدرت تغير قلبك عليا، قدرت تكرهك فيا. انا مش قاعده في البيت، انا هروح بيت عمي. لو خرجت من هنا انا مش مسؤول عنك. طبعا كفايه عليك تكون مسؤول عنها هي. بتضربني يا بابا، بتضربني عشانها. سامية، سامية، افتحي يا سامية، أنا ماجدة. افتحي، أنا عايزة أتكلم معاكي. يا سامية اللي بتعمليه ده هيضر صحتك. طب افتحي خدي صينية الأكل، افتحي خدي صينية الأكل. لا مش هاكل، 100 مرة قلت مش عايزة اكل. يا سامية عيب انا الكلام عايزة ده. اموت. يا سامية عيب الكلام ده، عيب. ايوه انا شفت ازازة السم في ايدها. ايه بتحط لي منها في الاكل عشان تموتني. مش هاكل، مش هاكل. مفيش فايدة يا عمي، برضه ما رضيتش تفتح. والعمل اتصرف ازاي يا ماجدة؟ بقالها يومين على الحال ده ومش عايزة تاكل. عمي عندك مانع دكتور نفساني يجي يشوف سامية؟ قومي يا ماجدة، قومي يا حبيبتي، روحي لمك تعرف انك كنت هنا. والنبي يا أبلة خليني قاعدة معاكي شوية. انت عارفة انها بتزعل لما بتجيني. يا أبلة نعمة، مهما حاولوا يخبوا نور الشمس لازم يبان. قلبي عندك، قلبي عندك يا أبلة. ما تخافيش عليا يا ماجدة، انا واثقة من نفسي كويس لاني ما عملتش حاجة وحشة. ولحد امتى هيحرقوا في أعصابك؟ كفاية بقى، كفاية. الشر نفسه